السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصحيح الساعات. كالمعتاد بشكركم جدا على تشجيعكم للقناة ودعمكم ليها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويا رب تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات اللي أنا بعملها، وأشكركم جدا. يا جماعة النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة، يعني أنا شايفها إنها مهمة. كتير قوي بعتولي يقولوا لي طيب أنا عندي الساعة دي، السايكو دي ساعة جميلة ومنظرها جميل زي ما انتم شايفينها وستيكها جميلة وحاجة يعني رائعة، وادي ساعة ثانية سايكو برضو جميلة وستيكها جميلة ويعني رائعة. طيب انهي الاصلي وانهي التقليد، هل الاتنين دول اصلي ولا الاتنين دول تقليد؟ يعني مشكلة جامدة جدا. تعالوا يا جماعة نفهم مع بعض ازاي نقدر نحكم على الساعة ونشوفها اصلي ولا مش اصلي، بالذات في الساعات السايكو. اهلا بيكم يا جماعة. زي ما قلنا يا جماعة، في ساعة من ديت اصلي وفي ساعة تقليد. يا ترى انهي فيهم الاصلي وانهي فيهم التقليد؟ انت بص كده عليهم وقول لي رأيك ايه فيهم كده. انا لما اشوف المنظر ده مثلا، انا نفسي يعني لما اشوف المنظر ده هقول على طول الساعة دي طبعا اصلي، جميلة شكلها، شوف المينا شكلها ايه وجميلة جدا. يعني احتمال دي تكون اصلي كتير، لكن ديت يعني منظرها مش حلو وشكلها قديمة كده، يعني شكلها ممكن تكون تقليد وممكن تكون اصلي، ما نقدرش نقول. طيب يا ترى هنعرف ازاي؟ انا يا جماعة شايف ان الحاجة الوحيدة غير الرقم التسلسلي، اهو هتفصل من ورا هتلاقي في رقم هنا اهو تسلسلي اهو ورا، شايفه في الساعة ديت اهو موجود اهو محطوط هنا اهو زي ما انت شايف، هنشوفه تحت الميكروسكوب. وهنا اهو في رقم تاني تسلسلي زي ما انت شايف. الحل الوحيد يا جماعة هتقولي طب نعرف ايه؟ لازم الساعة تتفتح ولازم تشوف المكنة بتاعتها، الا لو كنت شاريها من توكيل اصلي. يعني لو انت شاريها من توكيل اصلي ده طبعا يعني توكيل مضمون معتمد رسمي، فساعتها فعلا تقدر تقول اه والله الساعة دي فعلا اصلي، واخد ضمانها واخد كارت الضمان بتاعها واخد مواصفاتها واخد كل حاجة والفاتورة بتاعتها وكله. لكن انت رايح تشتري ساعة من حد، اوعى تشتري ساعة يا جماعة، نصيحة، اوعى تشتري ساعة من حد غير لما تشوف المكنة بتاعتها. ما يغركش منظرها كده ابدا ابدا، ما يغركش منظر اي ساعة، لازم اشوف المكنة بتاعتها اهو. حتى الساعات القديمة لازم اشوف المكنة بتاعتها، لازم اشوف المكنة بتاعتها عشان اقدر احكم الساعة دي مظبوطة اصلي ولا مش اصلي ومكتوب عليها ايه، حتى بالذات طبعا الساعات الرولكس والساعات القيمة دي. طيب هنفتح دلوقتي ظهر الساعة ديت والساعة ديت ونشوف اخبارهم ايه. نفتح الساعة ديت سهل خالص اهي، وهنفتح الساعة التانية. زي ما انتم شايفين كده. تعالوا دلوقتي نشوف الساعتين تحت الميكروسكوب. اهلا بيكم يا جماعة. هم الساعتين اللي احنا شفناهم قبل شوية، الاتنين سايكو مكتوب عليها واضحة كوارتز، ودي سايكو 5 سوبيريور زي ما انت شايف اهي مكتوب عليها، ووتر 5 بار ريزيستنت، اوتوماتيك 23 جول زي ما انت شايف. طبعا اول ملاحظة هنا هنلاحظ المينا جميل جدا، المينا جميل جدا، يعني شكله حلو قوي، يعني معمول كويس جدا زي ما انت شايف اهو. ولو كبرنا شوية كده هنشوف زي ما انت شايف رسومات عليه جميلة، وكلمة سايكو مكتوبة كويسة. في شوية شوايب هنا مفيش مشكلة وصدى، دي حاجة عادية يعني، لكن مكتوبة كويسة. وزي ما انت شايف الأشكال المعمولة على النحت اللي موجود على المينا جميل جدا. لكن هنا مكتوب اوتوماتيك، وانا شايف العقرب ده بيمشي ازاي. عقرب الثواني ده بينط، اذا دي مش مكنة اوتوماتيك خالص، دي مكنة كوارتز. المكن اللي هو اوتوماتيك او ميكانيكال بيمشي ازاي، بص المنظر، شوف بيمشي ازاي.
بيمشي بطريقة مختلفة خالص ده عن ده. شوف ده هنا ازاي بينط واحدة واحدة، لكن هنا ماشي مستمر زي ما انت شايف. يعني فرق كبير أوي. دي نمرة واحد. لأن برضو في ساعات كوارتز خدوا بالكم معمولة وبتمشي بنفس السرعة، مبتبقاش بتنط كده بطريقة. طيب الساعة التانية جميلة اهي، شغالة برضو بتنط، هي كوارتز إذا فيها كوارتز مفيش أي مشكلة فيها. طبعا الإزاز ده عايز يتغير ومكحت، مشكلة كبيرة. كان عايزين نشوف المكان بقى. تعالوا نقلب كده على الساعة ونشوف المفاجأة اللي فيها. بص الساعة دي هنقلبها اهي، بص الساعة اللي فيها بقى، بص المكنة صغر، مكنة ضعيفة جدا، 20-30 يعني، مكنة وحشة جدا يعني. يقولوا إنها ياباني، يقولوا إنها كذا، بس مكنة يعني للأسف سيئة للغاية. شوف بقى المكنة التانية، السايكو الأصلي اللي تبان لك من الأول، اللي هي ديت، اللي هي تبان لك من الأول إنها يعني مش أصلي أو كذا. شوف المنظر المكنة ولا شكلها إيه، حاجة رائعة زي ما أنت شايف، منحوت عليها كلمة سايكو جابان 2G. رقم المكنة أهو H4618A. شوف التقفيل في المكن، شوف الجمال في يعني شوف الفرق أهو، شوف الفرق بين دي وبين دي، مع إن المنظر دي من هنا زي ما أنت شايف أهو أحلى من هنا. عشان كده ما يغركش المنظر يا جماعة، ما يغركش المنظر. زي ما أنت شايف مكنة إيه يعني ضعيفة جدا، ومكنة ادي المكن الاصلي. شوف الفرق قد ايه. طبعا في رعاية في التوصيلات، ورعاية في التقفيل، ورعاية في كل حاجة. مكنة متعة في انك انت تشوفها او تبص عليها. يعني هنيجي نكبرها كده، شوفوا نظافة الملف مثلا. شايفين هنا في حجارة اهي شغالة، عطلها حجارة مش عادية. هنا مفيش حجارة اهو، لكن تقفيل يعني. بص التوصيلات بقى جميلة ازاي، توصيلات نظيفة نظيفة بطريقة. بص المنظر حاجة يعني رائعة رائعة. بص منحوت عليها ازاي، رقم المكنة اهو قلنا H4618A. طبعا ليها قطع غياره كله، سايكو جابان 2G. بصوا مسامرها ازاي. بصوا المكنة التانية بقى الفرق بقى. طبعا يعني زي ما انت شايف الملف يعني متعرض كده، مسامرها ضعيفة. طبعا المكان كله يعني مفيش حتى اي حاجة فيها تقدر تقول عليها فيها اي جمال. مصغر جميل. فزي ما انتوا شفتوا يا جماعة، يعني انت ما يغركش ابدا منظر الساعة. لازم 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 تفتح ظهر الساعة وتشوف المكنة بعينك وتشوفها وتراجعها إلى جانب الرقم التسلسلي. يعني زي ما احنا قلنا اهو الساعتين عليهم رقم تسلسلي. دي الساعة اللي هي التقليد حاطين لك رقم تسلسلي زي ما انت شايفها منحوتة، والتانية الأصلي حاطين لك رقم تسلسلي. لكن فرق النحت واضح. يعني هنا تبص تشوف مكتوب ووتر ريزيستنت، هنا هتلاقي فيه نظافة جدا في كتابتها. هنا تحس انها مش مظبوط في الكتابة، مش مظبوطة خالص في الكتابة. النحت هنا في حتة سايكو 5 زي ما انت شايفها. يعني طبعا لازم تبقى خبير في الحاجة دي. كلمة ستينلس ستيل دايبة، حتى دايبة من كتر ايه، لانها طبعا ضعيفة جدا. فانا حبيت بس الفيديو ده اوريه لكم يا جماعة، عشان لازم انت بتشتري ساعة بالذات لو ساعة مستعملة. وانصحكم يا جماعة محدش يشتري ساعة غالية الا من توكيل. محدش يشتري ساعة غالية إلا بالتوكيل، وياخد شهادة الضمان وياخد كل حاجة. لأن أنت خبرتك قليلة وكتير قوي هيضحكوا عليك، وهيبقى إيه مشكلة بالنسبة لك. فلازم يا جماعة تشوف المكنة بتاعت الساعة اللي بالذات لو أنت بتشتريها مستعملة، وتشوفها كويس قوي وتراجعها وتشوف رقمها هنا اهوت، وتراجعها فعلا على النت إن الرقم ده المكنة دي موجود، والمكنة دي أصلي، والمكنة دي ياباني، وكل حاجة تانية. تحياتي لكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. وزي ما قلت لكم يا جماعه محدش يتخانق في الساعات وشراء الساعات
زي ما قلنا قبل كده سايكو 5 اهي موجودة، انما مش الاصلي خالص، غير الاصلي خالص يعني. تحياتي لكم يا رب، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو دوت، وفعلا يعني يكون أفادكم حاجة وزودكم حاجة بإذن الله. تحياتي لكم، ما تنسوش يا جماعة تدعموا القناة بالاشتراكات الخاصة وبالتذكرات، وإن شاء الله يعني تعملوا لايك للقناة وتشتركوا في القناة وتنشروا الفيديو تشيروه في كل حتة عشان كل محب الساعات يستفيد منه. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.